يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ قلت النهارده الخميس اجيلكوا كده بفيديو ظريف خفيف لطيف كده، من غير بقى ولا بقى نصايح وحواديت ونقعد نتكلم بقى في حواديت كتير. يبقى حاجه خفيفه كده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون فيه مشتريات برضو حلوة قوي. مش عايزه احرقه، شوفوه ان شاء الله هيعجبكم. طيب عملت ايه؟ قمت الصبح كده، اليوم ده ما كانش ورايا حاجة والمطبخ زي الفل تمام. هفت في دماغي قلت ايه، طب انا مش هعمل غدا والمطبخ نضيف. نضيف اللي هو يعني مترتب ومفيش مواعين بقى ودربكة الغدا والكلام ده. فقلت ايه، خلاص انا التنسيق بتاعت رخامة المطبخ عاوزة اعيد تنسيقه تاني. عشان اغير مود كده، انا بحب من فترة للتانية اغير شكل الكاونتر قدامي عشان مزهقش مملش. من الحاجات اللي بتزهقنا في المطبخ ان احنا نخش كل يوم على نفس المنظر ونفس الشكل فانا بحب ايه كل فترة كده اغير النظام. فقلت ايه، خلاص انا هقوم انضف واغير النظام. وبالذات كمان كان اليوم ده قبلها بيوم كان فيه هوا. فانا عندي شباك المطبخ في حتة كده صغيرة مفرقة، ومش يعني مش هينفع ان هي تتعدل، عشان تتعدل لازم اغير الشباك كله. فبتدخل لي الحتة دي بقى تراب كده ناعم، بالذات ان انا الجبل قدامي فبيجيب لي تراب ناعم كده، عارفين التراب الناعم ده. فقلت خلاص فرصة، انا هنضف بقى الحيطة ومش عارفة ايه وكده. فعلا غسلت بقى الحيطة والرخامة ومش عارفة ايه، ظبطت الدنيا. البوتاجاز ما غسلتوش، مسحته بس كده بالفوطة كان نظيف. فما خدش مني مجهود. وابتديت بقى ايه اعيد رص الحاجة. بجد بجد بيفرق في نفسيتي جدا، وبفرح جدا زي الأطفال، بحس ان انا ايه ده، انا داخلة على مطبخ جديد. من وقت للتاني لازم اعمل الموضوع ده. انا من الناس اللي بتقف كتير قوي في المطبخ، حتى لو انا موريش حاجة في المطبخ بخترع حاجة، اقف انضف حاجة، اجيب اللابتوب واقعد اشتغل في المطبخ. انا برتاح في المطبخ، بحس ان هو عارفين كده مكان قريب من قلبي بحبه. بحس ان انا لا انا يعني المطبخ ده مكاني المفضل، فبحب اشتغل فيه، فلازم من وقت للتاني اغير الديكور بتاعه. كلمة ويلكم اللي انتوا شفتوها دي اللي انا معلقاها فوق، عاوزة اقول لكم الكلمة دي اصلا ده جزء من ساعة لو تفتكروا. كنت عملت مكرمية، والمكرمية رحت فكة الجزء ده من الساعة وعلقتها فيه. بعد كده رحت شايلة المكرمية وجبتها علقتها في المطبخ، وقبلها كنت معلقاها في مكان تاني. فبصوا انا من فترة للتانية كده بقعد اشقلب الدنيا، بحس ان كل قطعة عندي في البيت هي جوكر يعني. لما حطيتها في المطبخ علقتها كده في السلة دي، هي اصلا كمان دي مش سلة، هقول لكم دي ايه. فادت ان دي قطعة متكاملة كده مع بعضها، بس هي لا، ده اصلا ده منظم. عارفين اللي هو بيتركب في الارفف، يبقى عندك رف كده في المطبخ تروحي مدخلة فيه الرف ده وتستخدميه كمنظم. كنت حاطاه في الضرفة اللي انا حاطة فيها الكوبايات، كنت حاطة فيه الاطباق بتاعة الفناجين بتاعة القهوة، فشيلته من هناك وجبته في المطبخ. يعني بقول لكم كل قطعة عندي في البيت جوكر. وممكن تكون القطعة مش مخلوقة أصلا للمطبخ، أو يعني مش مصنوعة للمطبخ. بس أنا بوظفها بشكل اللي هو يليق على المكان. مش مجرد بس أنا بحط قطع كده وخلاص، وأي حاجة أنا حباها برصها، لا لا خالص. الحاجات اللي أنا بحطها دي الحاجات اللي أنا بستخدمها يوميا. يعني البوكس ده حطيت فيه البرطمان بتاع الملح، البرطمان التاني بتاع الملح المبهر بس كان خلص عندي فغسلت البرطمان بس. حتى السلم ده بحط عليه الفوطة اللي انا بحط عليها البلانشة عشان ما تتحركش معايا. البيض انا بحب البيض بره، ما بحبوش يتحط في التلاجة، لان انا في اي وقت ممكن يهف عليا كده اقوم اعمل اي حاجة حلوة، لو مثلا الساعة 1 2 بالليل عادي جدا. فبقى مش هقعد بقى اطلع البيض ياخد درجة حرارة الغرفة ومش عارفة ايه، ما بحبش الجو ده. وانا متعودة يعني من ساعة ما اتجوزت والبيض بكون حاطاه بره التلاجة، ما بيحصلش اي حاجة. مادام المطبخ فيه تهوية جيدة خلاص ما بيحصلش حاجة. ولما بكون جايبة كمية بحط نصها بره ونصها في التلاجة.
وكل ما بيخلص باخرّج من التلاجة أحط تاني برّه. البيضتين دول كانوا عندي يعني من قبل كده، فحطيت الجديد تحت وحطيت البيضتين القدام حطيتهم على الوش عشان هُم دول أول حاجة تُستخدم. فخلّيكم دايمًا كده كل ما تجيبوا حاجة ويكون عندكم منها قديم، حطّوا القديم على الوش والجديد تحت عشان يُستخدم، ما يبقاش البيض إحنا عارفين البيض من الحاجات اللي هي كل ما بتقعد بيبقى طعمها مش حلو، بيغيّر، ممكن تفسد وكده، طَب على إيه يعني؟ ودلوقتي البيض بقى غالي. قولي لي البيض عندكم دلوقتي بقى بكام؟ أنا مش عارفة بصراحة. الأسعار بقت رهيبة. كمان الحامل ده كان من أيكيا، حطيت فيه الأطباق دي. الأطباق دي يعني لازم تبقى قدامي لأن دي الأطباق اللي احنا بنستخدمها على طول. حد عاوز ياخد قطعة كيك، عاوز ياخد باتيه، عاوز ياخد مش عارفة أي حاجة من المعجنات اللي أنا جايباها أو عاملاها، فاكهة، كل الحاجات دي بيروح شادد على طول من الstand ده، ويستخدم ساعات بقى هما بيكسلوا إن يفتحوا الضرفة ويطلعوا كده تلاقيهم ماسكين الحاجة في إيديهم ويفتفتوا كده، فالموضوع بيبقى سهل بالنسبة لهم إن الحاجة قدامهم يشدوا الطبق ويحطوا فيه الفاكهة أو المعجنات أو الحلويات أو كده. ده التنسيق أنا حبيت أجيبه لكم كده بالطول. أنا عارفة التصوير يعني بالنسبة للطول مش بروفيشنال أوي بالنسبة لليوتيوب، بس حبيت أجيبه لكم بالطول عشان يطلع واضح وظاهر كده كل ركن في الكاونتر. بصوا أنا بالنسبة لي كل مرة بعمل التنسيق للرخامة باحس بتجديد. وكل مرّة أقول ده أحلى تنسيق أنا عملته، والله العظيم زي ما باقول لكم ده أحلى تنسيق أنا عملته، ده مش عارفة ده أحلى إيه، ده أحلى إيه، وبعد كده المرّة اللي بعدها ده أحلى مش عارفة تنسيق أنا عملته. الرخامة دي أنا وقت ما باكون خلاص شطّبت مش الرخامة، البلانشا، وقت ما باكون شطّبت المطبخ خلاص باحطها باقفل بيها الحوض كده، فبتداري لي على منظر الحوض وبيبقى شكل المكان نضيف كده ومرتب. وقت ما باكون باستخدمها باحطها في الجزء كده اللي هو ناحية الباسكت ده اللي عند الشمعة، باحط الشمعة كده فوقيها. وباستخدمها من أروع الحاجات اللي أنا جبتها من أيكيا. فحاسة كده إن هو رايق، الحاجات اللي أنا باحبها تحت إيدي، وفي نفس الوقت شكله شيك. عملت تعديل بعد كده عليه مش عارفة نزّلته لكم shorts فيديو والّا إيه. شِلت حاجات وحطيت مكانها زرع طبيعي، كنت حاسة إن هو في جزء فيه كده ما فيهوش روح، فطبعًا إحنا عارفين الزرع الطبيعي من أحلى الحاجات اللي تدّي روح للمكان، فحبيت إن أنا أدّي له روح حلوة، حطيت له زرع طبيعي ادّى له روح، وبقيت بُصّوا وأنا شغّالة في المطبخ أنا بابُص على الحاجة وأنا مبسوطة، والله بتفرق جدًا في نفسيتنا. وقت ما تكوني زهقانة أو ما لكيش مزاج تخشي المطبخ وحاسة إن أنتِ مليتِ من المطبخ، غيّري الديكور على طول على رخامة المطبخ، هيفرق جدًا بالنسبة لِك. الناس اللي مش بتحب تحط حاجات كتير على الرخامة، ممكن تحطوا الحاجات اللي أنتم بتحبوا تستخدموها يوميًا، بس في نفس الوقت ما تكتروش عشان ما تتضايقوش. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وإن شاء الله انتظروا الفيديو الجاي فيه حاجات حلوة كتير. و... واللي بعده واللي بعده واللي بعده كمان في 3 فيديوهات إن شاء الله حلوين هيعجبوكم. أشوفكم إن شاء الله على خير. باي باي.